طبعا انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي على اليوتيوب او على الفيسبوك او واتساب، بتشوفه على وسيله من وسائل الاتصال الحديثه. تقريبا انت مواليد الثمانينات او ما يقرب من هذه الحقبه الزمنيه يعني. واكيد برضه انت فاكر وانت صغير ممكن تقرا راجل مستحيل، ملف المستقبل، مجلات ميكي، وقت الغروب كده، واغنيه بتعتم وباباك بيزعلك عشان ما تقراش في العتمه. انا بوجه لك رساله ليك انت تحديدا، الشخص اللي بيتفرج على الفيديو ده او اي شخص اي مقطوع على الفيديو دوت. انت طفره جينيه مشابهه. انت كنت كائن تحول لكائن ويتحول لكائن اخير. انت كنت انسان ما قبل اختراع المكنه البخاريه. كان ما عندكش قياس زمني للاشياء، كنت بتقعد بالاسبوع تسافر وبتقعد رحلات بالشهور عشان توصل، وممكن ما توصلش في الاخر يعني. بعدين تطورت شويه، بقيت تركب قطر، وبعدين بقى في طيارات، وبعدين بقى في وسائل كتير جدا حديثه يعني. وبقيت تقيس حياتك بالزمن يعني 24 ساعه، بتاكل 8 ساعات و8 ساعات تنام، وشويه حاجات كده غريبه جدا، يجيلك احلام غريبه لغايه ما فجاه ظهر التليفون في حياتك، وبقيت تتصل ببرامج التلفزيون عشان تقول له ان انا عندي حلم غريب جدا، وتكتشف في الاخر ان انت ممكن تطلع المهد المنتظر يعني، اللي هو هيئه المسيح الدجال. ايه بقى المسيح الدجال؟ شخص بعين واحده مكتوب على وشه كافر، كائن شرير. وفقا للغه العربيه كلمه دجال معناه، يقال ان رجل دجل اذا دب في اكثر من مكان في نفس الوقت، يعني ظهر في كذا حته في نفس الوقت، عنده قدره انه يتواصل مع كل الناس. ممكن ترجع لكلمه، معنى كلمه دجال في اللغه العربيه، ما بقولكش حاجه دينيه خالص، باللغه العربيه كلمه دجال ما معنى كلمه دجال؟ يعني الشخص اللي بيدجل هو الشخص اللي بيخدعك بان هو بيعمل مجموعه حاجات، من ضمن الحاجات ديت انه بيظهر في كذا مكان وبكذا شكل وبتاع، بس هو الشرط الاساسي الفيزيكالي بتاعته ان هو بعين واحده. هو بيظهر في شيء محدد انت بتشوفه حالا، انت بتشوفه، انت بتسمع كلامه وتتابعه وتعبده. في زميلك ابو دقن الجميل ده اللي هو بقى متطرف او متشدد او ايا كان بقى عامل ازاي يعني، المفروض انه يعرف ان انت كافر يعني، بيمنعك عنه. طب هو ما يمنعكش عنه، هو برضه في الاخر واقع في نفس الفتنه. الحل انك تكون بعيد تماما عن ده. بس هي دي رساله، هو ده الموضوع. مسيح الدجال هو المربع اللي انت 24 ساعه قاعد قدامه، بتسجد له، بتاكل قدامه، بتشرب قدامه، بتقرا قدامه، بتشتغل قدامه، بتشتغل من خلاله، عايش عشانه.